فهاد الوقت هذا اللي عايشين فيه كاينين الناس اللي ذكيين بزاف، قراو مزيان، عندهم دبلومات، كيعرفوا يحلوا تقريبا اي حاجه، كيعرفوا يهضروا، ولكن حياتهم كتهرس بواحد الشكل اللي غريب، غير بسبب واحد الشعور ما عرفوش يتحكموا فيه ولا يتعاملوا معه. كلمه وحده كتهبط ليهم المورال اللي كان مخليه فرحان. ميساج في الواتساب يقدر يخليه كاعي نهار كامل. نظره وحده شاف في شي واحد طلع فيه وهبط يقدر يحسو بالنقص ولا يبقى يسول راسو انا شنو فيا وشنو هادي. موقف في الخدمه كيخليه يتعصب دغيا. المشكل ماشي انك مكلخ، وماشي انك ضعيف، وماشي انك انسان خايب. المشكل انك ما تعلمتيش كيفاش تقرا المشاعر ديالك قبل ما هي تقراك وديك شي ما بغات. واليوم غادي نهضروا على واحد من اهم الكتب في فهم الانسان، كتاب الذكاء العاطفي لدانييل جولمان. هذاك الشاب هذا اسطوره الصراحه. هذاك الشاب هذا الخوت كيهضر على واحد الفكره اللي بسيطه الصراحه، ولكن كتبدل الطريقه اللي كنشوفوا بها النجاح والطريقه اللي كنشوفوا بها داكشي اللي بغينا نوصلوا ليه. احنا غالبا كنقولوا فلان ذكي حيت قاري، فلان ذكي حيت عنده نقطه مزيانه، فلان ذكي حيت حافظ بزاف ولا حيت واصل لواحد المستوى اللي معين، فلان ذكي حيت خدام في المجال اللي صعيب ماشي اي واحد يقدر يخدم فيه. ولكن الكاتب كيسولك سؤال اخر وكيقول لك واش الذكاء العقلي بوحدو كافي؟ واش الانسان كيعرف بزاف ولكن ما كيعرفش يتحكم في الغضب ديالو غادي يعيش مرتاح؟ واش الانسان اللي عنده عقل قوي ولكن كلمه واحده كتقدر تخليه كاعي نهار كامل، واش فعلا سيد قوي؟ واش انسان اللي فهم القرايه والخدمه ولكن ما كيعرفش يتعامل مع الناس، واش هاد السيد هذا فعلا غادي يقدر ينجح؟ الكتاب كيجاوبك يقول لك لا، كاين نوع اخر ديال الذكاء ما كيتقاش غير بالنقط ولا بالدبلومات ولا بشحال حافظ. كاين ذكاء كيبان ملي كتكون مضغوط، ملي كتكون مقلق، ملي شي واحد تيستفزك، ملي خاصك تختار بين ردة الفعل السريعة وبين جواب اللي واعي وموزون. هاد الذكاء هو الذكاء العاطفي. اول حاجه خاصنا نفهموها ان الذكاء العاطفي ماشي انك ما تبقاش تحس، ماشي انك تغضب، وماشي انك ما تخافش، وماشي انك ما تحزنش، وماشي انك تبقى ديما بارد وساكت تضحك وصافي. لا، الذكاء العاطفي هو انك تحس ولكن ما تخليش الشعور يقرر في بلاصتك. تحس بالغضب ولكن ما تخليش الغضب يهضر بلا عقلك. تحس بالخوف تخاف ولكن ما تخليش الخوف يحبسك من كل خطوة. تحس بالحزن ولكن ما تخليش الحزن يعرفك براسك. تحس بالغيرة ولكن ما تخليهاش تولي حقد. المشاعر بحال شي ميساجات اللي جاية من الداخل ديالك. الخوف كيقول لك رد بالك، الغضب كيقول لك كاين واحد الحد اللي يقدر يهرسك، الحزن كيقول لك كاين حاجة خاصها تعاود فيها الشوف ولا تعاود فيها عليها المراجعة. ولكن المشكل هو ملي كتعامل مع الرسالة بحال الا هي واحد الامر اللي نهائي. جاك الغضب خاصك تصرخ، جاك الخوف خاصك تهرب، جاك القلق خاصك تبقى تفكر حتى تكره حياتك. وهنا فين كاين المشكل ان المشاعر ماشي عدوة ليك، ولكن الا ما فهمتيهاش غادي تولي هي اللي كتتحكم فيك. واحد من اقوى الافكار اللي كاينه في الكتاب هذا واللي هي ان الانسان عنده جوج طرق باش يفهم العالم اللي عايش فيه. كاين عقل كيفكر، كاين عقل كيشعر. العقل اللي كيفكر كيقول لك وقف، حلل، شوف السياق ديال هادي، باش تحكمش بسرعه، شوف العواقب اللي يقدروا يخرجوا لك من البلان هذا. اما العقل العاطفي اللي كيقول لك رد البال، هرب دابا، هجم دابا، بكي دابا، صيفط ميساج دابا. في الايام اللي عاديه بجوج كيخدموا مع بعضياتهم، ولكن ملي كتطلع العاطفه بواحد الشكل اللي قوي، العقل العاطفي كيقدر يسبق العقل المنطقي. مثلا شي واحد قال لك شي كلمه في القهوه ولا شي حاجه ماشي هي هذيك، العقل المنطقي يقدر يقول
يمكن ما قصدش، يمكن غير ضحك، يمكن غير فهمتيها نتايا غلط، ولكن العقل العاطفي، ولكن العقل العاطفي سبق وقال لعقلك هاد السيد هذا حقرك، رد عليه دابا ما تسكتش. وفي ثاني وحده كتلقى راسك دخلتي في واحد النقاش اللي ما كانش عليك تدخل فيه وما كانش اصلا خاصو يكبر. وهنا خاصك تفهم واحد الحقيقه، ماشي كل ردة فعل خارجه منك فعلا خارجه من احسن نسخه منك. مرات ولا بعض المرات غير العاطفه هي اللي كانت سبقاتو وشدات الميكرو ديك الساعات. شوف، العاطفه خدامه بواحد السرعه، وهادشي علاش بعض المرات كتنجينا العاطفه الصراحه. الا شفتي شي بلان في الطريق ولا شي خطر في الطريق ولا شي حاجه بحال هكا، ما كتبقاش واقف مع راسك تتحلل بزاف وكتفكر في هذه، نيشان كتوقف وكتبعد وكتحرك. والخوف هنا اللي خدمك، الخوف هنا اللي ينجاك، ولكن نفس السرعه اللي كتقدر تنجيك تقدر حتى تورطك، حيت العقل العاطفي كيبغي يحميك بسرعه، ولكن بعض المرات كيحميك من الخطر اللي ما كاينش اصلا. مثلا شي واحد صيفطتي ليه ميساج وما جاوبكش، العقل الباطني كيودع لك راه ما بغاش يجاوبك بالعاني، راه تبدل، راه ما بقاش باغيك صافي، غير بعد راه دارها بالعاني. ولكن الحقيقه ممكن تقدر تكون بسيطه، يمكن داك السيد كان مشغول ولا ديك السيده كانت مشغوله، يمكن كان عيان ولا ما شافش الميساج ولا ما عندوش اصلا داك الجهد اللي يخليه يهضر. ولكن انت قبل ما تعرف الحقيقه دخلتي بواحد الفيلم اللي تقلقتي، بدلتي المعامله وربما صيفطتي كلام من بعد اللي ندمتي عليه. المشكل ماشي في الواتساب، المشكل كاين في السيناريو اللي كتصاوبو انت وسط راسك. العقل العاطفي سريع ولكن خاص العقل اللي يكون واعي ويلحق عليه قبل ما يهرس كلشي، قبل ما يخسر كلشي. الكتاب كيبدا بواحد المعنى اللي قوي من الفيلسوف ديالنا المشهور المعروف ارسطو. اي واحد يقدر يغضب، ولكن انك تغضب من الشخص المناسب في الوقت المناسب بالقدر المناسب والطريقه المناسبه ومن اجل السبب المناسب. هادشي ماشي سهل، ولكن هنا كاين واحد العمق ديال الذكاء العاطفي. ماشي المشكل انك تغضب، الغضب بعض المرات يكون ضروري، ولكن كاين مواقف اللي خاص توقف فيها، وكاين حدود اللي خاص تدافع عليها، كاين الظلم اللي خاصك تقول فيه لا. ولكن السؤال هو كيفاش كتغضب؟ واش كتغضب بواحد الطريقه اللي في شكل، ولا كتغضب بواحد الطريقه اللي كتهذبك؟ مثلا في الخدمه شي واحد قال لك هاد الخدمه هذه خاصها تقاد، هاد اللعيبه هادي راه مقاداش مزيان. الا ما عندكش واحد الذكاء اللي عاطفي راه غادي تسمعها ولا غادي ترجمها براسك بواحد الشكل اخر. يا اما يكون تيعني لك داك الشخص، ولا غادي يصحاب لك تيعني لك داك الشخص عندك انت ما صالحش، ولا هو باللي باغي يحقرك، ولا باغي يبين عليك عياقته، ولا باغي يبين لك باللي راك ناقص. ولكن اذا كنتي واعي وتوقف مع راسك وتسول راسك واش هاد الكلام اللي قالت خونا هذا فيه شي حاجه ماشي هي هذيك، واش فيه شي حاجه صحيحه، واش خاصني فريمون نطور الخدمه ديالي، ولا الطريقه اللي قالها بها هو ما كانتش مزيان. ولكن هنا كتفرق بين جوج ديال الحوايج، النقد والاهانه. ماشي كل نقد تساوي اهانه، وماشي كل كلمه ما عجباتكش خاصها تولي واحد الحرب. في الكتاب كاين واحد اللي مشى اللي زوين بزاف صراحه، الكاتب كيهضر على واحد الشيفور اللي صايق واحد الكار، الناس طالعين معصبين، الجو ماشي هو هذاك الجو مخنوق ديال بصح والصهد والحاله وبنادم وجهه معصب، ها اللي طالع ليه شي بلان كل واحد درهم ديالو. ولكن الشيفور ديال داك الكار كان كيرحب بكل واحد بواحد الكلمه اللي طيبه، بواحد ابتسامه، وبشويه بشويه الجو داخل ديال الكار تبدل، والناس اللي طلعوا كاين بداو كيزلوا مبتسمين. هاد القصه هادي كتقول لنا واحد الحاجه، المشاعر كدوز، الغضب كيدوز، التوتر تيدوز، الخوف تا هو تيدوز، لكن حتى الهدوء كيدوز، حتى اللطف كيدوز، حتى الطاقه الزوينه كتتنقل.
مثلا دخلتي القهوه ولكن داك السرباي كيحط الكاس بواحد العصبيه، كيجاوب بواحد النفره. حتى الا كنتي داخل نتايا مزيان كتخرج ثقيل شويه وفي شكل. لكن الا دخلتي لواحد القهوه اخرى وواحد كيسلم عليك، واحد كيهضر مزيان كيضحك بلا ما يتسمع، كتلقى راسك حتى انت بردتي شويه. وهنا الذكاء العاطفي ماشي غير انك تحكم في راسك، ولكن حتى انك تعرف شنو كتدخل معاك البلاصه اللي دخلتي ليها، ولا البلاصه اللي تقدر تغير المزاج ديالك. واش كتدخل متوتر ولا كتدخل بواحد الشكل اللي هادئ؟ واش كتزيد النار ولا الغضب ديالك ولا كتخففها؟ واحد من اهم الابواب ديال الذكاء العاطفي هو انك تعرف راسك، ولكن ماشي معرفه سطحيه. ماشي تقول انا عصبي، انا حساس، انا مكنصبرش، انا مكنتحملش هادي. لا، خاصك تدخل بواحد الشكل اللي اعمق من هادشي، وتقول مع راسك شنو اللي كيخليني نغضب، شنو اللي كيعصبني، وشنو اللي كيخليني نحس بواحد النقص، شنو اللي كيخليك تفسر السكوت اللي كيطرفدك. تقلقتي وتنيرفيتي، ولكن علاش؟ واش حيت فريمون دارها بالعاني، ولا حيت انت اصلا حساس من الفكره انك ما تقدرش، ولا عندك تجربه ديما خلاتك تفسر اي برود اي رفض؟ بزاف ديال الردود ديالنا اليوم عندها واحد الجذور اللي قديمه. واحد تربى والدي ديما كيقارنو مع ولاد عمو، الدراري قدو في عائلته، ولا اي نقد كيسمعو بحال المقارنه. بينما واحد تربى ما كيسمعوش، كبر ولا اي تاخير في الرد كيشوفوا واحد التجاهل ولا بواحد الشكل اللي ناقص. بينما واحد اخر تربى خاصو يرضي الناس، وكبر ولات كلمة لا صعيب عليه بزاف. وهنا الذكاء العاطفي كيبدا من الداخل. قبل ما تقول هو علاش دار هكا، سول راسك علاش انا تاثرت بهذا الشكل بحال هكا. اي شيء كاينين الناس غير تعيشوا نهارهم بين المشاعر. نهار مزيان حيت واحد مدحو، نهار خايب حيت شي واحد ما جاوبوش، مرة متحمس ومرة محطم، ومرة مديبريمي، مرة باغي يبدا، مرة باغي يحبس كل شيء. هاد الناس هادو ماشي نقصهم عقل، ولكن المشاعر ديالهم ولات بحال شي تيليكوموند ولا شي حاجة بلا كونترول. اي واحد كيتغلط على داك البوطون اللي كاين في التيليكوموند هو تيتبدل كامل. مثلا واحد في الخدمة سمع واحد الملاحظة عليه اللي صغيرة، وبقى النهار كامل كيعاودها في راسو، علاش قالها، علاش قصدني انا بالضبط، واش هاد الناس هادو كيضحكوا عليا، واش انا فريمون فاشل. الموقف داز في دقيقة ولكن هو بقى عايش فيه نهار كامل، ويمكن سيمانة كاملة، ويمكن ولا تتفكر من بعد كل دقيقة وكل لحظة. وهنا كاين واحد الحقيقة اللي ماشي الحدث اللي كيدمرنا ديما، بعد المرة التكرار ديالو داخل ديال ريوسنا هو اللي كيدمرنا. انت ماشي ضعيف حيت تاثرتي، ولكن خاصك ما تخليش داك التاثر يتحول لواحد السجن. ماشي كل شعور خاصو ياخذ نهار كامل. حسيت الفهم، تعامل، ومن بعد نخليه يدوس. اي حاجه نستافد منها وما نخليهاش تاثر عليا. الا بغيتي تاخذ واحد القاعده من هذا الفيديو كامل، خذ هذه: ما عمرك تجاوب في الواتساب ولا في شي نقاش ولا في واحد المجموعه وانت معصب. وتعلم تقول لا في الواتساب، لا في القهوه، لا في الخدمه، لا حتى في الدار، لا في شي نقاش مع صاحبك، لا حتى مع راسك. حيت ملي كتكون العاطفه طالعه وتكون معصب، العقل كيهبط شويه، كتولي تقول واحد الكلام اللي ما كنتيش باغي تقوله، من بعد كتندم عليه. كتسد واحد الباب اللي كان ممكن يتحل بواحد الهدوء. كتجرح واحد الشخص ومن بعد كتقول ما كنتش قاصد، ولكن الهضره اللي خرجات ما عندك ما دير.
اسمع ليا دميتر هذا زوين. مثلا جاك واحد الميساج اللي قلقك، انت تخيل معايا شي ميساج جاك قلقك وشي ميساج ماشي هو هذاك. اول ردة فعل تقدر تجيك مثلا وليات ترد بها في ديك الساعات هي مثلا تقدر تقول تقدر توصل لشي بلان تندم عليه من بعد. ولكن اذا خليتي التليفون محطوط مثلا ومشيتي شربتي واحد كاس ديال الماء ودرتي واحد الدوره اللي صغيره ورجعتي من بعد واحد 10 دقائق، غادي تكتب واحد الحاجه اللي مختلفه تماما. يمكن تقول لي فهمت الملاحظه ديالك، ولكن الطريقه باش جاوبتي ما عجبتني الصراحه. غادي تشوف الفرق. اول ردة الفعل، ثانيا رد واعي. الفرق بينهم ماشي الذكاء، الفرق بينهم التوان ديال التحكم في النفس والتحكم ديال العاطفه ديالك. الذكاء العاطفي في واحد الخطره اللي خطيره وواحد القدره اللي زوينه واللي سماها الكاتب بضبط النفس. يعني ماشي كل اي حاجه بغيتيها دابا خاصك ديرها في ديك الساعه ولا ديرها ديك الوقيته. ماشي كل احساس جاك خاصك تشبعه في ديك اللحظه، وماشي كل رغبه طلعت لك في مخك ولا طلعت لك في راسك خاصك تحققها في ديك الساعات. وهاد القدره هذه كتسمى بتاجيل الاشباع، يعني تصبر دابا باش تربح من بعد. وهذا الشيء هذا كيبان في حياتنا اليوميه. مثلا واحد تيقرا قدامه جوج اختيارات، يقرا واحد الساعه ولا يدخل الريلات. عاوتاني واحد اخر مثلا باغي ينقص الوزن ديالو، عنده جوج اختيارات، ياكل واحد الحاجه اللي صحيه ولا واحد الماكله اللي صحيه، ولا يطلق تسرح مع السكر ولا الماكله ديال الزنقه. وواحد عاوتاني يتقلق ولا تعصب، عنده جوج اختيارات، يصبر ويبرد الدم ديالو ولا يخوي داك الغضب ديالو دابا ويرتاح دقيقه ويندم ايام من بعد. اضعف لحظه في حياتك ماشي ملي كتفشل، اضعف لحظه ملي كتبيع مستقبلك باش ترتاح دابا. والانسان اللي كيتعلم يصبر على الرغبه ديالو كيكون لي قوي، ماشي حيت ما كيحسش ولكن حيت كيعرف يقول ماشي دابا. واحد الركن مهم في الذكاء العاطفي وهو التعاطف، ولكن خصنا نوضحوا التعاطف ماشي انك ترضي الناس كاملين، وماشي انك تسكت على اللي كيضرك، وماشي انك تولي واحد الضحيه. التعاطف هو انك تقدر تشوف شويه من الزوايا اخرى، تفهم علاش شي واحد تصرف بداك الشكل هذاك، ماشي باش تبرر ليه الغلط ولكن باش ما تبقاش اسير ديال اول تفسير جاك. مثلا صاحبك ما جاوبكش اول تفسير تبدل عليا، ولكن يمكن يكون مشغول، يمكن عنده مشاكل، يمكن عنده شي بلان ولا شي حاجه، ويمكن غير نسى. مثلا شي واحد في الخدمه جاوبك بواحد البروده، يمكن ماشي ضدك، ويمكن هو اصلا داخل نهارو اصلا خايب، ولكن التعاطف ما تعنيش انك تلغي راسك. الا شي واحد تجاوز الحدود ديالك خاصك تحط واحد الحد، ولكن الفرق انك تحط حد بواحد الوعي ماشي بانفجار ولا بغضب. تقدر تقول ليه انا فاهمك انك معصب، ولكن ما نقدرش نتقبل منك الطريقه دي اللي تعاملتي معايا بها. هنايا تتبين انك فهمتيه ولكن ما سمحتيش ليه يتجاوز الحد. بزاف ديال المشاكل بين الناس ما كتجيش من واحد الفكره، كتجي من واحد الطريقه اللي تقدر تقول نفس الجمله بجوج طرق، وحده كتجرح ولكن وحده كتوضح. مثلا كتقول انت عمرك غادي تفهمني، تقدر تقول حسيت باللي كلامي ما وصلش، نعاود نشرح لك نفس المشكل ولكن المعنى والطاقه مختلفه. تقدر تقول ديما كتعطل عليا، وتقدر تقول ملي كتعطل بلا ما تقولها ليا كنحس براسي ما تنقدرش. هنا دخل الذكاء العاطفي، ماشي غير تهضر ولكن تعرف شنو اللي واقع داخل ديالك وتعبر عليه بلا ما تهرب. مثلا واحد جوج ديال الصحاب مثلا في القهوه، واحد قال واحد الكلمه ماشي هي هذيك، والثاني قال ليه
سكت انت ما كتفهم والو، غير هنينا النقاش غادي يكبر وغادي تقدر يطرا بيناتهم شي مشكل. ولكن الا قال لي بواحد الطريقه اخرى ضحك معايا اخي عادي، ولكن هاد الكلمه ما عجبتنيش الصراحه. هنا خونا مولا الكلمه هادي حط واحد الحد، بحال قال لي بلا ما تعاود تقول لي هاد الكلمه هادي بواحد الطريقه غير مباشره وبلا صداع وبلا حتى شي حاجه. وهذا هو اللي خاصو يكون، وهذا هو المستوى في الهضره. في الخدمه بزاف كيركزوا غير على المهارات التقنيه، شنو كتعرف دير، شنو قريتي وشنو الخبره ديالك وشنو الاكسبيريونس اللي عندك. ولكن مع الوقت غادي تكتشف ان الخدمه ماشي هي كومبيتونس، كاين التعامل، كاين الضغط، كاين النقد، كاين المدير، كاين الفريق اللي خدام معاه، كاين واحد جا مقلق، وكاين واحد ما فاهمكش اصلا اش تقول واش دير اصلا في ديك الخدمه، وكاين واحد تقيل يستقلك شي بلان درتي، ولا يستقلك شي بروبليم باش يخلق لك واحد المشكل في الخدمه. الا ما عندكش الذكاء العاطفي الخدمه غادي تولي بحال واحد الحرب اللي كتعيشها كل نهار. اي نقد غادي تسمعو غادي تولي تعتبره اهانه، اي ضغط غادي يخليك تنفجر وتعصب دغيا، اي اختلاف غادي تشوفو بحال واحد العداوه غادا بشويه بشويه واش تكبر. مثلا خدمتي على واحد المشروع، جا واحد قال لك هاد البلا اللي كاين في هاد البروجي اللي درتي خاصو يتقاد، ردك الاول اللي غادي تقدر ترد عليه بهاد الشي اللي قال لك هذا هو ايوا ديرو انت او لا حسنوا نتايا. ولكن الرد اللي خاصو يكون ورد الذكي اللي خاصو يكون هو شنو بالضبط اللي خاصو يتحسن وشنو بالضبط اللي خاصو يتبدل. هنا نتايا ما نقصتيش من قيمتك، ولكن استعملتي واحد الموقف باش تطور الخدمه. الفرق كاين كبير في هاد الطريقه باش تنردو في المواقف اللي تيكونوا بحال هاد الشكل هذا. الكتاب كيهضر على حتى الاسره، حيت الدار هي اول مدرسه ديال المشاعر. في الدار كتعلم واش مسموح لك تعبر، واش الغضب كيتفهم ولا كيتقمع، واش الحزن كيتسمع ولا كيتهان منه، واش الخطا فرصه للتعلم ولا واحد السبب ديال الاهانه. واحد الدري اللي صغير ملي كيكبر في واحد الدار اللي ما كتهضرش على المشاعر غادي يكبر هو ما عارفش يسمي شنو تيحس وشنو الشعور اللي تيحس به. غادي يقول لك انا مقلق، ولكن ما عارفش واش هو خايف ولا مجروح، ولا محتاج واحد الاهتمام اللي كان ناقصه، ولا حاسب واحد النقص. مثلا واحد الدري صغير جا المدرسه مقلق، اذا قلتي ليه سكت ما تبقاش تبكي هو تعلم ان الشعور عيب، ولكن اذا قلتي ليه شنو واقع باش تحس كيبدا يتعلم ويسمي الشعور. وهذا هو الاساس، لان الانسان ما كيعبرش يسمي الشعور ديالو غادي يخرجوا ليه سواء على شكل هوات ولا على واحد الشكل اخر. بمعنى الا كبتي الشعور ديالك غادي يبان عليك في الجسم ديالك بواحد الاثر اللي ما تقدرش تعرف، يعني يقدر يفاجئك. واحد من اخطر الجمل اللي تقدر تسمعها من اي واحد انا هكذا، انا عصبي، انا خويا حساس، انا ما كنصبرش اخويا، انا داير بحال هكا، انا الا تقلقت اخويا كنولي بهذا الشكل هذا وكنولي بحال هكا. هاد الجمل هادو تقدر تكون وصف، ولكن الا خليتيها تولي هويه غادي تحبسك. الكتاب كيعطي واحد الفكره اللي مهمه، طبعا ماشي واحد القدر اللي محكوم عليك به الابد. العادات العاطفيه كتعلم، ومادام هي كتعلم تقدر تتبدل، ماشي في نهار وماشي في ليله، ولكن تقدر كل مره كتوقف قبل ما تجاوب راك كتدرب دماغك، كل مره كتسمي الشعور ديالك راك كتدرب الوعي، وكل مره كتختار الرد اللي بشويه وبهدان بدل انك تعصب وتجاوب واحد الشكل اللي منفجر. راك كتبدل المسار. مثلا اذا كنتي ديما كتجاوب بواحد الشكل اللي سريع، بدا غير بواحد القانون، اي ميساج كيقلقني ما نجاوبش قبل 10 دقائق ولا قبل واحد المده اللي معينه. غير هذا القانون هذا يقدر يبدل بزاف ديال العلاقات ديالك. انت ماشي محكوم عليك تبقى بنفس الردود الفعل اللي تتجاوب بها، ولكن خاصك ما تبقاش تخبى وراها ديما. هاد الكلمه هذه انا هكذا نفس الكلمات اللي قلنا من قبل. الكتاب كيهضر على واحد المفهوم اللي قوي، الاميه العاطفيه.
يعني تكون قادر تقرا واش كتب وتحسب، ولكن ما تفهمش شنو واقع لداخل ديالك، ما كتفهمش علاش كتغضب، ما كتفهمش علاش كتخاف، ما كتفهمش علاش كتعلق باي حاجه، ما كتفهمش علاش كترد بواحد الطريقه اللي كتندم عليها من بعد. وهنا كيبان ان الانسان ممكن يكون ناجح، ممكن يكون ناجح من برا ولكن ضايع من داخل. كاين اللي عنده واحد الخدمه اللي مزيانه ولكن ما كيعرفش يتعامل مع النقد اذا جاه. كاين اللي قاري ولكن اي ضغط كيهرسو. كاين اللي اجتماعي ولكن من الداخل ديالو كيتحرق بالقلق اللي تيجيه. كاين اللي كيضحك مع الناس ولكن ما كيعرفش يقول شنو كيضرو شنو اللي ما عجبوش. وهنا خاصنا نتعلموا نسولو راسنا، باش كنحس، علاش كنحس بحال هكا، شنو الرساله اللي جايبه لي هاد العاطفه هادي، وشنو احسن تصرف اللي ممكن ليا نديرو دابا. هاد الاسئله هادي البسيطه اللي تبان لنا بسيطه ولكن كتخليك ترجع القياده لعقلك وتولي تحكم في عقلك، ماشي تعيش غير بواحد البرود، ولكن تكون عارف اش دير. الا بغينا نجمعوا الكتاب كامل في فكره وحده، المشاعر ماشي ضد ديال العقل، ولكن المشاعر بلا وعي تقدر تولي خطر. الغضب يقدر يحمي الكرامه ديالك ولكن بلا وعي يقدر يخرب العلاقه. الخوف يقدر يحميك من الخطر ولكن بلا وعي يقدر يحبسك من الحياه. الحزن يقدر يخليك توقف وتراجع ولكن بلا وعي يقدر يدخلك في واحد الدوامه. الحب يقدر يبنيك ويقدر تحس بواحد الشعور اللي زوين ولكن بلا وعي يقدر يخليك تضيع راسك. الذكاء العاطفي هو انك ما تقطعش مع المشاعر ولكن تربيها وتفهمها وتخليها تسمع، ولكن ما تخليهاش هي اللي دير فيك اللي بغات بلا بواحد الرخصه من عندك نتايا. اقوى انسان ماشي اللي ما كيتاثرش، اقوى انسان هو اللي كيتاثر ولكن كيعرف شنو يدير بالتاثر اللي تيجيه. دابا قبل ما نسالي خذ معايا هاد اللعيبات هادو، هاد الخطوات هادو اللي بسيطه تقدر تطبقهم من اليوم. اولا خاصك تسمي الشعور اللي تحس به، ما تقولش غير انا مقلق، وما تقولش غير انا مجروح، وغير انا خايف، وغير انا حاس بواحد النقص. ثانيا قبل ما ترد دير واحد البوست، خصوصا في لي ميساج واتساب انستغرام هادي، خذ واحد عندك وقتك. الفكره التاليه ولا الخطوه التاليه هي تعلم تسول راسك، واش الرد اللي باغي نديرو دابا غادي يحل هذا المشكل هذا ولا غير غادي يفرغ الغضب ديالي. عاوتاني واحد الخطوه اخرى، خاصك تتعلم تقول خاصني وقت نفكر. هاد الجمله هادي كتجنبك بزاف ديال الندم. ندوزو للخطوه التاليه وهي ان خاصك تتعلم تراقب المحفزات ديالك. شنو اللي تعصبك؟ واش التجاهل ولا النقد ولا المقارنه ولا التاخير في الميساجات ولا شي حاجه بحال هكا؟ الا عرفتي بالضبط اللي كيعصبك واللي كيضغط عليك غادي تمشي ليه نيشان وغادي تعرف كيفاش دير تتعامل معاه. في الاخر يمكن تقول انا ديما كنتعصب بالزربه، انا ديما كنهرس ولا كنسالي العلاقات اللي كنبدا ديالي، انا ديما كندم على الكلام اللي كنقول. ولكن الا بغيت نقول لك واحد الحاجه، انت ماشي مشاعرك، انت الانسان اللي يقدر يتعلم ويفهمها. ماشي كل غضب خاصو يخرج، ماشي كل خوف خاصو يحبسك، ماشي كل حزن خاصو يدفنك، وماشي كل احساس خاصو يتحول لقرار. يمكن اول مره في حياتك خاصك ما تسولش علاش الناس كيديروا معايا هكا، وسول علاش انا كنرد بهذه الطريقه هذه. حيت ملي كتفهم راسك كتولي عندك واحد الفرصه اللي تغير كلشي ولا تبدل كلشي. والذكاء العاطفي ماشي واحد الرفاهيه، هو طريق باش تولي اقل اندفاع، اقل ندما، واكثر سلام مع راسك ومع الناس اللي عزازين عليك. ولنا نكون وصلنا للاخر ديال الفيديو الخوت، وما كرهتكمش تكتبوا لي الشعور اللي تيتحكم فيك ديال بصح، واش الغضب ولا الخوف ولا القلق ولا الغيره ولا الاحساس بالنقص. اكتبها في كومنت، يمكن انك تسمي الشعور تكون اول خطوه باش تحكم فيه. وإلا عجبك النوع ديال الفيديوهات اللي ندير شي حركه تما لتحت راك تما. والسلام عليكم.